السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي وأخواتي وأهلي اللي هم بيحبوني في الله وفي ظهري زي ما أنتم بتقولوا، وأنا بتشرف بكلامكم. قسما بلا إله إلا الله كلامكم أبكاني أزيد من ما أنا كنت ببكي. بس كلامكم أبكاني فرحا. أنا طالع النهاردة الفيديو ده ليكم لأن أنا منزل آخر فيديو على بطولة ماسل تك، على الظلم اللي حصل معايا شخصيا، ومقصود طبعا، وأنا عارف إن هو مقصود لأن اتقال لي قبل الماتش. فانتوا بتفتكروا ان انا كنت نازل ضيف شرف ولا حاجه؟ لا، عشان الكومنتات اللي جات لي زي كده ممكن تعمل فيديو وتفهمنا ايه هي البطوله دي واتظلمت ازاي. انا قاعد في البيت. اول حاجه، احنا في الاشهر الحرم، وحتى في غير الاشهر الحرم ما ينفعش اكذب لانه مش محتاج الكذب. ربنا الحمد لله رب العالمين من اجمل نعمه محبتكم ليا. فازاي ربنا انعم عليا بنعمه كبيره؟ محبتكم دي ما تقدرش تقدرها بملايين الكون، بكنوز الكون، بذهب الكون. قسما بلا اله الا الله محبتكم عندي مش قادر اوصف. كل لا اقدر اقول لكم كل ما كنت بقرا كومنت او تعليق قسما بلا اله الا الله كنت ببكي. انا بكيت بكى جامد الحمد لله رب العالمين. بس اقول لكم التفاصيل اللي حصلت معايا كامله. الله وكيل على كلامي، والله شهيد على كلامي. اقسمت بلا اله الا الله كل كلمه هقولها لكم صدق لان طالعه من القلب. والفيديو ده ما بيخصش اي حد، ده ليكوا انتوا مخصوص، عشان كتير في الكومنت في الفيديو الاخير اللي انا بقول فيه اتظلمت كتير بيقول لي اطلع اعمل فيديو اشرح لنا، وهقول لك بالظبط اللي حصل. الله وكيل والله شاهد على كلامي، والله على ما اقول شهيد. يمكن اقول ايه؟ يمكن في ناس ما عندهاش كلمه الله وكيل يعني حاجه كبيره، لكن عندي انا الحمد لله رب العالمين لان انا مع ربنا وما تلزمنيش اي حاجه من الدنيا كلها. اللي يكون مع ربنا بيبقى معاه كل الدنيا، وانتوا الدنيا، محبتكم دي الدنيا، واجمل نعمه من ربنا ليا انتوا. كلامكم ده انا مش عارف اوفيه. ايه اللي حصل معاك يا رضا؟ هقول لك قسما بلا اله الا الله اللي حصل بالحرف. بطوله ماسل تك انا ما كنتش اعرف عنها حاجه نهائيا، والله نهائيا. يوم الخميس مش اللي فات ده، اللي قبله، يعني شبه كده نقول قبل البطولة باسبوع، قبل الميزان باسبوع، الخميس اللي قبل الميزان باسبوع، لقيت رقم بيرن عليا، رقم غريب بيرن عليا. قالوا السلام عليكم. السلام عليكم كابتن، ازاي صحتك؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. ازيك يا فندم؟ مين حضرتك معايا؟ مش عارف مين معاك حتى من صوتي، والله العظيم ما اعرف. قال لي انا الكابتن احمد شلبي بتاع برنامج الفورمه. اهلا يا كابتن، ازاي صحه حضرتك؟ حبيبي ربنا يخليك. بقول لك يا كابتن انا بتصل بيك في خير. ربنا يكتب لك كل الخير حبيبي، ربنا يخليك. انت عامل عظمه على التيك توك في العرض جميل. بطوله ماسل تك ما سمعتش عنها؟ لا والله ما سمعتش عنها، ما قريتش تفاصيلها والله العظيم، ولا سمعت عنها ولا قريت تفاصيلها. طيب انا بقول لك انزل يا راجل، انزل. انا ما بتمرنش على نزول المسرح، وبعدين انا خلاص قربت اموت. انا عندي 50 سنه وازيد من 50، قربت اموت ف 50 سنه، فمش هنزل تاني بطولات وبتاع وكده يعني. فالمهم راح قال لي لا هي مش مطلوب منك حاجه، ده انت هتنزل باللبس بتاعك. انزل باللبس ازاي؟ اقرا، انت ما قريتش البتاع اللي هو تفاصيل البطوله وتعليمات البطوله. تعليمات البطوله بقى موجوده على صفحه الاتحاد المصري لكمال الاجسام. تعليمات بطوله ماسل تك موجوده على صفحه الاتحاد المصري لكمال الاجسام. الاتحاد المصري لكمال الاجسام اهي، هقراها لكم اهي. انا نزلتها. كاس الدكتور عادل فهيم قال لي ادخل واقراها. ده الكابتن احمد شلبي بتاع برنامج الفورم. كاس الدكتور عادل فهيم، المنافسه هتكون ازاي على كاس الدكتور عادل فهيم؟ والجائزه المنافسه على كاس الدكتور عادل فهيم عباره عن تقديم عرض حر على مقطوعه موسيقيه خاصه بكل متسابق، مع السماح بارتداء ازياء مميزه بهدف عمل شو عضلي لشخصيات مثل هرقل او شخصيه رومانيه او فرعونيه بحسب هوى اللاعب وقدرته على الابتكار، بحسب راحتك انت. اهم حاجه تشد الجمهور، اهم حاجه تعمل شو، اهم حاجه تخلي المسرح ده حلو شغال الناس بتشوفك. الفوز بتلك الجائزه الخاصه لا يعتمد على المقارنات او المستوى العضلي نهائيا، بل على القدره على تقديم عرض حر على الميوزك
بمعنى شو وتاخد نظر الجمهور، لا يعتمد على المقارنات بالمستوى العضلي. يبقى اذا بفضل الله وبدعواتكم انا لو عملت اعوذ بالله من قولة انا مش هطلع بره السبعه، يعني مستحيل في مصر كلها في الشرق الاوسط وبدعواتكم حد هيتعداني في العرض على الميوزك ده. الحمد لله رب العالمين اي موسيقى بعرض عليها بفضل الله. كتير كان بيفتكر اي لا والله، وادي الحمد لله رب العالمين على المسرح مفيش هقول لهم شغلوا لي اي عشان اطلع على المسرح اعرض. عرضت والفيديو انتوا شفتوه، الفيديو منزله 5 ساعات بس، من 5 ساعات داخل على مليون مشاهدة، مليون ابن وابنة، مليون اخ واخت. تراب جزمتكم فوق دماغي، بس حبيبكم اتظلم، ابوك اتظلم واخوك اتظلم وظلم فاحش. عشان في ناس بتفتكرني كنت بقدم عرض حر، لا انا دفعت اشتراك، دفعت 4000 جنيه، دافع 3000 اشتراك بطوله و1000 جنيه تان، وانا ما دهنتش تان، بس لازم ياخدوا. تدفع 1000 جنيه تان وانزل باللبس، ادفع مليون جنيه مش هدهن، انا مش هقلع هدومي. ما ينفعش. رحنا فعلا البطوله، قلت توكل على الله، خدت اولادي معايا، كان نفسي يفرحوا بس هم فرحوا بثقتهم فيا وبمحبتكم ليا. انا كنت ماشي في الشارع الله اكبر على كل اهل الجيزه كلها، على كل حبايبي وكل الابطال اللي كانت موجوده، ابطال العالم نفسها اللي كنت بتمنى اتفرج عليها، ابطال العالم اللي كنت بتمنى اتفرج عليها والله، وكنت بجيب مجلاتها. اقسمت بالله كباتن عالم يا كابتن رضا، اولادي بيحبوك، خد صوره معاهم. وبطل العالم اللي كنت انا بتفرج عليه، ما انا ما بنساش حاجه وما بحبش اتزوق على حد، عايز نفسهم يتصوروا معايا. فلان برضه بطل عالم وكان موجود معايا على المسرح، قال لي اولادي نفسهم يتصوروا معاك. قلت له ده انا ليه عظيم الشرف احط تراب جزمتهم على دماغي يا كابتني واتصور معاهم. كل اللي في المسرح بس ده انا طالع فوق، اولادي بنات واولادي رجاله وكلهم ده اصحاب شركه مصر تيكو، كلهم كانوا فرحانين بيا كاني اخوهم كاني ابوهم. فالمهم رحت رايح بقى واخد اولادي معايا، ورحت بقى سددت الاشتراك. وانا بسدد الاشتراك حد ما صلح الله حاله، ربنا ما يحاسبوش باللي عملوا معايا، ربنا يحاسبه برحمته عشان انا مسامحه، لكن ربنا مش هيسامحه لانه ظلمني ظلم كبير. قال لي لا ما ينفعش تنزل كده، لازم تدهن، مش عارف ايه. يا عم انت خلاص انا هروح بقى استرد الاشتراك بتاعي، مش هيدوك الاشتراك. قلت له خلاص وانا هتخانق، مش هيدوني الاشتراك. ما هو اللي على الشباك دول اهلنا مصر، اخواتنا وحبايبنا مصر، بس زعلونا من مصر. دول زعلونا من مصر، ان مصر حلوه، مصر اهلنا واخواتنا، بس احنا مؤلفين على مصر اهلهم الطيبين، مش اهلهم اللي متحش منهم القلوب ومتحط حجاره. ده الراجل ما تعرفش مين. انا الحمد لله رب العالمين انا مرضي، مش مرضي ومستور، ومش مستور يعني فلوس، لا مستور مرضي الحمد لله. ما تعرفش بقيه اللعيبه جايبه الاشتراك منين عشان تظلم وتطحن في الناس. لا طلعت بقى قلت له لا انا هروح اقول له استرد الاشتراك، لان انا مش هقلع. استرد الاشتراك هيقول لي خير وبركه اديله تعظيم سلام، مش هسترد الاشتراك، لا ما ينفعش، هديله تعظيم سلام واخد شنطتي واولادي وامشي. قسما بالله لا الله ده اللي حصل. رحت عند الباب في الشباك اللي بنسدد فيه الاشتراك، ولقيت الدكتور عبد العظيم حجازي صاحب البطولة الأساسي، الدكتور عبد العظيم حجازي مشكورا. قال إيه بقى؟ قال إيه يا كابتن في إيه؟ قلت له أنا مش هنزل، أنا راجل بعرض على الميوزك، حضرتك الإعلان عرض شو لا يعتمد على التناسق العضلي أو شرقي أو غربي، مفيش مقارنات عضلية. قال حقك حصل، روح يا مش عارف مين معاه، يوسف أو حد من اللي معاه، راجل محترم أحسن مني والله، تعالى وريني مين اللي قال لك كده. ما رضيتش اقول له مين اللي قال لك كده، مراعاة للمولى، لان هو الحلو ما يعرفش يعمل حاجه وحشه. اقسمت بلا اله الا الله وانا عارفه جدا جدا، لانه موجود وهو في التنظيم وما يعرفش النظام. ازاي هيبقى موجود في التنظيم؟ ردوا عليا، وهو ما يعرفش حاجه عن النظام.
ده مش طالع من بيت نظام حتى، هيبقى ازاي عارف التنظيم؟ لا اله الا الله. رحت فين؟ وريني اللي قال لك. الدكتور عبد العظيم حجازي بيقول لك هو صاحب البطوله وبيقول لك انزل. رحت هناك فين؟ وريهوني. قلت له هو كان هنا؟ انا ما اعرفش كان هنا والله. توهته عشان ما اجيبش اذى لحد. شفت ابوك بيعمل ايه؟ قلت لا، انا داخل برفع ايدي بقول يا رب، هظلم عباده ليه؟ طب يا رضا ما هو ظلمك، عند ربنا هيعوضني، وكان الحمد لله عوضني بيكم. 12 لعيب على المسرح، اقسمت بلا اله الا الله ما في حد، مع احترامي ليهم جميعا لان كلهم اولادي واخواتي، كل ال 12 11 اللي كانوا معايا اولادي واخواتي. التراب اللي كان بينزل من رجليهم كده احطه فوق دماغي واتباهى، لان كلهم ابطال عالم وموجودين في شركه ماسل تيك. يعني هم موجودين اساسا. ده اللي عرفته بقى بعد كده. عشان حد فيكم ممكن يقول لي ما اتكلمتش ليه هناك وخدت حقك وانت هناك على المسرح؟ ما قلتلهمش ليه ظلمت يا رضا وانت على المسرح فوق؟ اقول لي مين اتظلمت؟ ما هو مدام نوى يظلمني. المشكله انه كان متوصي عليا. انا عرفت بعد كده، واحد قال لي والله يا رضا ما تنزلش انا بحبك. واحد واكل معاه عيش وملح وموجود وسطهم، والله واحد واكل معاه عيش وملح. ما انا مش عايز اقول، انا مش عايز اذي حد ولا ضايق حد ولا حد يزعل مني. قسمت بالله واحد واكل معاه عيش وملح وسطهم. يا رضا عايزك ايه في ايه؟ ما تنزلش يا حبيبي ليه؟ انت متملي اسمك ان انت تطلع بره. يا راجل انت بتهزر يا عم. خلاص انا طالع عشان الناس واولادي هنا يفرحوا والناس تفرح. انا طالع حارب على 4000 جنيه، مش مشكله الحمد لله رب العالمين. وما صدقتش العيش والملح اللي انا اكلته معاه. قلت لا ده بيضحك عليا، لا مفيش حد بيكره رضا، لا والله ما في حد بيكره رضا. طلعنا احنا. اللي طلعت انا في اول رقم 2، كنت رقم 2، طلع اول واحد. طلعت انا رقم 2 على الموسيقى بتاعتي اللي انتوا بتحبوها. عملت العرض زي ما انتوا شفتوه. راجعوا الفيديوهات كلها وشوفوا. الحمد لله رب العالمين، فضل ونعم. عملت عرض الحمد لله رب العالمين. بعد كده رجعونا ورا واطلع صف واحد، عرضنا تاني على الموسيقى اللي بيختاروها هو موسيقى اجنبيه. الحمد لله رب العالمين. الناس اللي كانت موجوده ابطال عالم. تحياتي وتقديري للكابتن احمد علي صاحب شركه بادي بيلدينج هاوس، الكابتن احمد علي نيوتريشن. الكابتن احمد علي، تعظيم سلام يا كابتن احمد علي، من قلب رضا لحضرتك. كان قاعد على ترابيزه الحكام وانا بعرض، ساب القلم وعمل لي كده. عملت له كده وانا على المسرح بعرض، سبت العرض عملت له كده وداخل حياه الحكام اللي انا حسيت انهم حكام، ولكن الحكم العدل المنتخب الجبار هو الملك مفيش غيره. رجعونا بقى، عملنا العرض الحر. ارجع اقف في صف واحد، لاين واحد ورا. رجعنا طلع رقم مش عارف كام، طلع الكشف اللي متملي قبل البطوله، قبل ما رضا يحضر اساسا. لانه متملي على رضا صاحبي اللي انا اكلت معاه عيش وملح. حقك عليا ان انا ما صدقتكش لما قلت لي اسمك متملي تطلع بره. لينا رب اسمه الكريم بيعوض، وما ادراك ما عوض ربنا. عوض ربنا كبير، وانا عوضني فعلا ومعوضني باكبر واعظم محبتكم. زي ما انتوا بتقولوا لي في الكومنتات انت ما خسرتش، اللي قال لي ده البطوله اللي خسرتك، واللي قال لي والله ما كنا نعرف حاجه عن البطوله غير منك، واللي قال لي لكن انا كنت مشترك في البطوله، انا مش نازل اعمل ضيف شرف. لا، صاحب البطوله الدكتور عبد العظيم حجازي قال ينزل باللبس واحنا عايزين شو مش عايزين عضلات. طب ازاي بقى نازل معايا لعيب 100 كيلو و110 نازلين بالمايوهات بيعملوا عرض مايوهات؟ انت هتقارني عرض حر على الميوزك؟ طلعونا اول يوم 12 لعيب، دي فقره واحده ما كملتش نص ساعه، ما كملتش ساعه. طب ما تخليها في وسط البطوله او تاني يوم. عارف ليه ما خلاهاش تاني يوم؟ او وسط جمهور؟ كان الجمهور ضعيف لان اللعيبه كانت بكره، كان اللعيبه كانت وزنه الخميس كلها، البطوله كلها كانت موجوده الخميس على الميزان وتسديد الاشتراك. الجمعه اصحاب الشركه والحكام والاداريين بتوع النظام والتنظيم لا حول ولا قوه الا بالله
والناس اللي هتتظلم، يعني اصحاب الشركه والحكام وبتوع التنظيم والناس اللي هتتظلم اللي هم الحمد لله رب العالمين. ربنا يجعلنا دايما مظلومين مش ظالمين. احنا في الاشهر الحرم، امال لو بعيد عن الاشهر الحرم كنت عملتوا فينا ايه؟ كنت عملتوا فينا ايه؟ لا اله الا الله. هل انتم من امه سيدنا النبي؟ استحاله، استحاله، لان سيدنا النبي قال اقربكم الي يوم القيامه احسنكم خلقا. هو فين الخلق؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. طلعوني، ما صدقتش صاحبي، ما صدقتوش صاحبي، قال لي اوعى تنزل يا رضا. فكرني بمسلسل اللي قالوا هيقتلوك يا غبي، ما تنزلش، اوعى تنزل، واخدين اسمك. اللهم لك الحمد والشكر. انتوا عندي بالدنيا ظلموني، ولكن ربنا عالم ومطلع، ربنا حكم عدل، عوض عند ربنا، صلح الله حالهم، ربنا ما يحاسبهمش بظلمي اللي ظلموه ليا واهلتي وانا راجع انا واولادي. الحمد لله رب العالمين. محبتكم ليا بالدنيا والله طالع ليكم مش طالع لاي حد. الحمد لله. انا كنت نازل البطوله مسدد اشتراك عشان في ناس كتيره بتقول لي يا عم ايه هو طلب مني كده، طلب مني انزل بلبسك عادي. قلت له انا مش على القلعه مش هشترك. قال لي لا انزل اللي انت عايزه، اهم حاجه تخطف نظر الجمهور. والحمد لله رب العالمين. انتوا عندي بالدنيا. خليها لنا اول يوم عشان ما بقاش في حد. 12 لعيب ما فيش غيرهم. نقوا اصحاب المكان وروح يا رضا. بص لي كده وعمل لي كده. لا اله الا الله. بعد ما خلصت لا اله الا الله. العوض من عندك يا رب، العوض من عندك والله، وانتوا احلى عوض عندي. ربنا ما يحرمنيش منكم ويخليكم وما يدوقش حد الظلم ابدا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.